نمسح النضارة من اللي احنا شفناه من جورجينيو النهاردة عشان كان هيضيع صيامنا. بص اقول لك على حاجه، انت لو كنت طمعان بعد اللي احنا شفناه النهارده ده، لو كنت طمعان في اكتر من كده تبقى انت حرفيا طمعان بزياده ومش عارف مقدره الفرقه اللي انت بتلعبها والفرقه اللي انت بتلعب بيها. فالحمد لله ان احنا خرجنا بنقطه من الاتحاد. انا بالنسبه لي زي الفل. انا كنت قلت لك الحلقات اللي فاتت، قلت لك والله لو احنا هنخرج بالثلاث نقاط اللهم لك الحمد، الف حمد والف شكر. لكن لو مش هنخرج يبقى على الاقل اخرج بنقطه، ما اخرجش شايل الثلاث نقاط. اي نعم النتيجه دي في صالح ليفربول نسبيا، وليفربول دلوقتي بقى 67 وارسنال بقى 65 والسيتي بقى 64، لكن برضو احنا لسه جوه المنافسه. تخيل لو كان لا قدر الله حصل العكس، كانت المشكله هتبقى ان ليفربول 67 وكان هيبقى السيتي 66 وكنت انت هتبقى 64 وانت في المركز الثالث، والمسافه ما بينك وبين الليفر بقت 3 والموضوع كان هيبقى صعب شويه. فالحمد لله رب العالمين زي الفل. انا تمام بالنسبه لي، انا قشطه بيس. الواحد جه على اعصابه شويه النهارده وهو صايم، بس الحمد لله الحمد لله الدنيا بالنسبه لي انا تمام كده. انا مرضي جدا. تعادل ارسنال والسيتي النهارده كان نهايه شهر مارس وبدايه ملحمه من المباريات القادمه، لكن خلي المباريات اللي جايه ونخلي الماتشات بتاعه شهر ابريل في حلقه قعده ارسنال اللي هتنزل بكره ان شاء الله يوم الاثنين وبيتم تجهيزها دلوقتي. واستنوا على المنتدى على اليوتيوب، هننزل سؤال مهم جدا لازم تجاوبون عليه. لكن خلينا نتكلم في اللي حصل في المباراه النهارده. انت بعد اول 4 دقائق كان في ركنيه جت لمانشستر سيتي وكان في زحمه جوه ال 18 وفي نص الملعب بتاعك. بعد ما الكوره اترمت من ال 18 بتاعتك للناحيه الثانيه للسيتي، كنت بشوف ان اوديجارد واخد تعليمات ان هو يروح يجري يقاتل، ان هو يحاول يخطف الكوره من مدافعي او من لاعبي مانشستر سيتي عشان نعمل عليهم الضغط الزياده ونحاول ان احنا نخف الدنيا اكتر من الناحيه اللي عندنا، لان احنا كنا بنلعب تقريبا 10 موجودين جوه ال 18 عندنا او حوالين ال 18. فضلت انت على نفس الاسلوب ده مده طويله، حوالي 10 دقائق مثلا او اول ربع ساعه في المباراه، بتحاول ان انت تعمل ضغط كبير على مانشستر سيتي عشان ما تخليهمش يبداوا في بناء اللعب. وده اللي احنا كنا قلناه في الحلقه بتاعه التحضير لماتش مانشستر سيتي وارسنال. كنت قلت لك ان انت لو خليته ما يحضرش اللعب فانت حرفيا قتلت 50-60% من القوه اللي كانت ممكن تتعمل عليك. الناس اللي اتفرجت على الحلقه اللي فاتت اكيد هيقولوا ان انا قلت الكلام ده. بعد الدقيقه 14 كان في ركنيه لارسنال وكنا كلنا تقريبا يعني غالبيه اللعيبه كان جوه ال 18 وبنحاول ان احنا هننفذ لعبه او هننفذ كوره. يعني بالمناسبه هتكلم معاك على الركنيات دي فيما بعد. فالمهم ان الكوره اتقطعت من لعيبه ارسنال وبقت الكوره في رجلين لعيبه السيتي، فابتدى لعيبه ارسنال كلهم يرجعوا ارتداد سريع في نص الملعب. ارتيتا تحت على الخط بيسقف لهم اللي هو برافو انتوا نفذتوا التعليمات صح. وده برضو من الحاجات اللي احنا كنا قلناها الحلقه اللي فاتت، عرفت تعمل كوره وتنفذ كوره كان بها، ما عرفتش ترتد بقى بسرعه، تحاول ان انت كل واحد يرجع للمربع بتاعه عشان ما تعملش عليك اي سقطه طوليه من اللي بيعملها جوارديولا اليومين دول مع مانشستر سيتي. تلت ساعه كامله 20 دقيقه واكتر، يعني واكتر من 20 دقيقه ارسنال بيتلعب عليه كوره في الناحيه الشمال بتاعته، الناحيه بتاعت خيسوس وكيفر، وهي حرفيا كانت اضعف جهه موجوده في ارسنال واتلعب عليها كويس قوي من مانشستر سيتي. هو ما كانش متخيل تقريبا جوارديولا ان هو هيلاقي خيسوس على الناحيه الشمال وكاي هافرتس هو المهاجم، هو ما كانش متخيلها. بس لما جت لعب عليها كويس قوي وكان ممكن يجي منها اخطاء كمان على خيسوس انت نزلت بفكره ان هو يبقى الجناح الشمال وتسيب كاي هافرتس جوه كمهاجم او الثالث بتاع الخط الامامي. طيب انا عايز افهم ليه؟ طب ما تروسرد قاعد بره، احنا ليه بنتفزلك بقى في النقطه دي؟ ليه؟ طب ما انا كنت خليت خيسوس زي ما هو قدام وكنت خليت كاي هافرتس معايا ورا وكنت خليت تروسرد هو الناحيه الشمال، كان يسند شويه مع كيفيور. ده اولا. ثانيا ان خيسوس مش بالقوه الكبيره ان هو يكون جناح شمال. انزل خيسوس جناح شمال لما يكون الجناحين اللي عندي بايظين، لكن انا مارتينيلي قاعد عندي على الدكه، هو الحمد لله كانت مفاجاه بصراحه، قاعد معايا على الدكه ونزل اخر تلت ساعه ولا اخر ربع ساعه ماشي، لكن تروسرد يا باشا قاعد سليم. طب ما ينزل تروسرد. بس الحمد لله قدر ولطف، الحمد لله اتسترت معانا قوي. طبعا
طبعا كان في اوامر واضحه وصارمه ان الاجنحه لازم يرجعوا يأدوا الواجب الدفاعي مع الاظهره. خيسوس بيرجع يعمل الدفاع او يقفل دفاعيا مع كيفيور، وبنلاقي برضو ساكا كان بيرجع مع بن وايت عشان يقفلوا مع بعض في الثلث الاخير بتاع الدفاع بتاعنا. في رساله واضحه ان يا جماعه خلوا بالكم ان الاجنحه بيحصل لها، الاجنحه بتاعت السيتي بيحصل لها زياده، فما ينفعش ان الظهير يفضل هو الوحيد اللي موجود بيحاول ان هو يواجه الجناح بتاع مانشستر سيتي، فلازم الجناح بتاعي يرجع يساعد معاه كمان ورا، لان زي ما انتم عارفين وزي بالطريقه اللي انا قلت عليها برضو الحلقه اللي فاتت ان هو كان هاجم عليك بحوالي 6-7 لعيبه وحشرك بالمعنى الحرفي، هو حشرك في الثلث الاخير بتاعك. ما تنجز كوره يا عم خيسوس، ما تنجز الكوره. هو انت كل كوره تجيلك لازم تعمل لنا الفنت بقى، واوعى انا الواد اللي جاي من حوالي البرازيل؟ ما تنجز الكوره. لميت فرقه السيتي كلها جوه ال 18، ما تحط يا اخي المس الكوره وارزعها. انا مش عايز منك فنتات، انا مش عايز يتقال عليك ان انت واو خليفه رونالدو. يا عم انجز الكوره. حد خد باله ديفيد رايا النهارده في ركلات المرمى النهارده في 3 ركلات شاطهم من عنده هو، بيشوطهم وبيتزحلق فيهم وبالكوره بتروح للمنافس، كانوا ممكن يتردوا علينا بخطوره في حاجه من الاثنين، يا اما الارض مزحلقه لان ده حصل في الشوط الاولاني فقط، ما حصلش في الشوط الثاني، ما شفتوش. اول حاجه الثانيه ان كان في حاجه بقى عند ديفيد رايا نفسه، يا الجزمه بقى مزحلقه يا الدنيا فيها حاجه مش مظبوطه عند رايا بقى فنيا. نيجي بقى لاهم حاجه بقى كده، عشان انا دماغي وجعتني، انا عايز افهم النهارده كان ايه دور جورجينيو. انا نفسي حد يطلع يقول لي كان ايه النهارده دور جورجينيو، غير ان هو بيحرق لنا دمنا وبيحاول ان هو يعمل اي حاجه مع الخماسي اللي موجود ورا، ما بيعملش اي حاجه. اقسم بالله ديكلان رايس شايل مكانه النهارده، ديكلان رايس شغال يمين وشمال وتغطيه في ظهر جورجينيو وتغطيه في ظهر اوديجارد، ولا اكن ان جورجينيو ده هو اللي موجود معايا في العمق عشان يسند معايا ورا، ولا الهوا. وبيني وبينك بصراحه يعني انت كنت عايز تقفل وجورجينيو هو اللي رجله في الملعب، بس جورجينيو ضعيف يا اخوانا ضعيف، حركه النقل بتاعته ضعيفه. انا ببقى محتاج في ماتشات زي كده، في طريقه لعب زي كده، ارمي الجناح بسرعه، الجناح اليمين او الجناح الشمال. يا جدعان جورجينيو ضعيف في النقل. ماشي ممكن يكون عنده قوه في حته الاغلاق في نص الملعب، لكن ضعيف قوي في النقل، وانا محتاج النقل السريع. كانت حلوه قوي اول ربع ساعه في الشوط الثاني او اول تلت ساعه في الشوط الثاني، كانت حلوه جميله، عملت انت ضغط مباشر وحاولت ان انت كمان تحرز اهداف، لكن ما جاتش والحمد لله عدت. بس كان لازم الفرص اللي احنا خدناها في اول ربع ساعه من الشوط الثاني كان لازم ننجز فيها جول في الدقيقه 59 بالظبط، وارجع للماتش. جورجينيو الكره جات له من الباك، كان ساعتها يا اما الباك يا اما الجناح، يعني مش فاكر كان خيسوس بقى اللي اداها له او كيفيور هو اللي اداها له بحيث، او ديكلان رايس حد اداها له كده اللي هو يعني افتح او اقلب الناحيه الثانيه او حاجه زي كده. الباشا جه بيشوط راح شايطها شوطه، يعني ما عملهاش انا بكرش ده، ما عملهاش وهوب اتخطفت وكده هتتقلب علينا بجول، وخصوصا ان هالاند كان قاعد جوه ال 18 وكان دي بروين واقف بره وفودن واقف بره، اللي هو اي واحد فيهم هيلمح الكوره دب طخ هيجيبوها جول. فكان من اخطاء النهارده في وجهه نظري ان احنا بدانا بجورجينيو، ده خطا يعني كبير، بس ممكن يعني ما جيش على ارتيتا عشان ما فيش حد جاهز بنسبه كبيره بره. توماس بارتي نزل بعد كده في الدقيقه تقريبا 60 او 65 ظهر شويه، يعني هو ظهر شويه ان بارتي لسه هيرجع، وزي ما قلت لكم بارتي ما يتباعش، بارتي لو بس ياخد شويه مباريات هتلاقي بارتي من افضل اللعيبه اللي موجوده معاك. هو بعد التغييرين اللي حصلوا انا خفت، يعني انا قلقت ان انت بتطلع كيفيور وبتنزل تومياسو، مع ان انا كنت فاكر ان ممكن يكون بن وايت حصل له حاجه مثلا فتومياسو نزل مكانه، لقيت لا كيفيور هو اللي طلع، فانت رحت منزل تومياسو عشان يقفل الجهه بتاعه الشمال في وش دوكو او اي حد رايح من الناحيه الثانيه، لان انت كان بتلعب عليك كتير قوي في الناحيه الشمال. الحاجه الثانيه ان انت شلت جورجينيو ونزلت توماس بارتي عشان تحاول ان انت تمسك نص الملعب اكتر، لان جورجينيو فعلا كان ضايع. تبديل تروسارد كانت لازم تبقى معاهم بقى، يعني ما كانش لازم ان انت تسيب تروسارد للدقيقه 70، لا تروسارد كان لازم ينزل معاهم في التبديلين اللي انت عملتهم دول، بحيث ان انت جددت الناحيه الشمال وقفلتها وكمان نشطتها، بحيث ان تروسارد ممكن يروح يجيب اهداف. في الغالب اصابه ساكا اتجددت، او ان هو كان بيلعب الماتش وهو مش جاهز 100%، كان جاهز مثلا 75% 80%، فمع ضغط طبعا اللي كان بيحصل النهارده في المباراه وان هو اتضرب كده كذا مره، فاكيد
اتصاب او يعني اشتكى تاني، واكيد ارتيتا شاف ان هو لا اطلعه وانزل بمارتينيلي، على الاقل مارتينيلي برده يشم له ايه دقيقتين ثلاثه كده، عشان ما نجيش بقى الماتشات اللي جايه ونلاقي ان مارتينيلي تعبان او مش عارف يلعب. الاخطاء التحكيميه انا مش فاهم اخرتها ايه، يعني في كذا فاول النهارده للارسنال ما بيتحسبش، كذا كوره للارسنال النهارده ما بتتحسبش حرفيا، فاولات، فاول واضح ما بيتحسبش. فانا مش فاهم بصراحه، يعني هل عشان احنا بنلعب في ارض الاتحاد ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ بس مش عارف يعني، انا زهقت، يعني انتوا زهقتوا وانا زهقت من حته الاخطاء التحكيميه دي. احنا عندنا ماتشات بقى مهمه، نقفل بقى الماتش ده خلاص تمام، كان مفتاح معانا مهم، بس الحمد لله ان احنا ما كسرناش المفتاح ده وخسرناه، فالحمد لله على النقطه اللي احنا خرجنا بيها. عندنا بقى ماتشات مهمه، عايزين نجهز بقى الماتش لوتون تاون، عندنا بعد كده البايرن ميونخ اللي هو الماتش الاهم في شهر ابريل، وداخلين على شهر نكون او لا نكون، ده عنوان الحلقه بتاعتنا ان شاء الله، يوم الاثنين بكره قعده ارسنال. فاستاذنك تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وشاركنا على قناه السوشيال ميديا هتلاقيها في الديسكربشن، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا اول باول، وتخش معانا جروب الهاتريكويه اللي هتلاقي اللينك بتاعه برده في الديسكربشن عشان تتابعنا ونقعد نتكلم مع بعض. انا ادمن هناك عشان نبقى نقعد نتكلم مع بعض في حكاوي ارسنال براحتنا اكتر من هنا. شكرا جدا ليك يا صديقي، سلام.